زين. قال صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33. قال من سبح الله دبر كل صلاة 33. من سبح دبر كل صلاة. هل هذا الذكر يقال بعد النوافل والفرائض أم يقال بعد الفرائض فقط؟ طائفة تقول بعد كل صلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة، فهو مستحب بعد كل صلاة، أي فرضها ونفلها. والأكثرون من الأئمة يقولون إنما المقصود الصلوات المفروضة فقط، وها هنا محذوف، أي بعد كل صلاة مفروضة. فقلنا لهم كيف عرفتم أنها هنا حذفا يدل له ما قدرتم؟ قالوا عرفناه بما رواه مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. فقال ها هنا خلف كل صلاة مكتوبة. تفضل. من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33. ها هنا يقول أبو هريرة يذكر أولا التسبيح، ويذكر ثانيا التكبير، ويذكر ثالثا التحميد. فإذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا آخر، طبعا لا يعترض على ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيب أبي هريرة، فالكلام إذن ليس مع أبي هريرة، الكلام على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب هل هو هذا الترتيب الذي ينبغي أن قال عليه هذا الذكر، أم يجوز أن يخالف الإنسان هذا الترتيب؟ قولان عند العلماء. طائفة قالت لا، هذا الذكر ينبغي أن يكون على هذا الترتيب على وفق الحديث الصحيح وفي غيره. وقالت طائفة بل يجوز أن يغير هذا الترتيب وليس ذلك بواجب مراعاته. وهؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود في سننه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي جئنه يسألنه شيئا من السبي، فقال صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر، ولكن سوف أدلكن على ما هو خير لكن من ذلك. تسبحن على إثر كل صلاة، تكبرن على إثر كل صلاة 33، وتسبحن 33، وتحمدن 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فذكر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ثم أعقبه بالتسبيح، ثم ختم بالتحميد. فلهذا قالوا كيفما شاء الإنسان فعل. وهذا يدل له صراحة ما رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن خير الكلام إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأي ذلك بدأت. وهذا صريح. لكن مع ذلك الذين يرجحون الترتيب قالوا نحن ما زلنا على ترجيح الترتيب ونرجحه بالأثر وبالنظر. قيل لهم كيف ما الأثر؟ قالوا الأثر هو أن أكثر الروايات التي جاءت في هذا المعنى جاءت تبتدئ بالتسبيح ثم بالتحميد ثم بالتكبير. والنظر قالوا يقتضي ذلك. قلنا كيف؟ قالوا يبدأ الإنسان بالتسبيح لأن معنى التسبيح هو تنزيه الرب سبحانه عن النقص، فالمنبغي أن يبدأ به.
قالوا ويعقب بالتحميد. لماذا؟ قالوا لأن تنزيه ربك عن النقص سبحانه لا يلزم منه إثبات الكمال له، لا يلزم منه إثبات الكمال له، فتثبت الكمال بالتحميد الحمد لله، وتجيء بالتكبير بعد ذلك، لأن تنزيه ربك عن النقص ووصفه سبحانه بالكمال لا يلزم منه أنه لا يوجد كبير سواه، فتقول الله أكبر، هو الله أكبر، ثم تختم ذلك كله بلا إله إلا الله تبيانا أنه سبحانه منفرد بذلك كله. وطبعا هذا كله تعليل جميل، لكنه لا يقاوم الأحاديث الواردة والتي فيها تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للترتيب. فالمهم أن يذكر ربنا سبحانه، وكيفما شاء الذاكر فعل.